نحن هذا التحالف بمكان معين هو يا أحرار العالم اتحدوا لمواجهة هذه المنظومة الجديدة لتعيث في الإنسانية فسادها وتدميرها. عم نشوفها بكل العالم، من الإبادة الجماعية بغزة لاختطاف الدول بفنزويلا، لقتل رؤساء الدول والاعتداء على سيادة الدول بإيران، للتدمير بلبنان، للتهديد بغزو جرينلاند، وبدهم يرجعوا يروحوا على كوبا. هذه المنظومة اللي شبهت سيد الإنسانية وسيد الحق والشرائع السيد المسيح بجنكيز خان. الصمت في هذه اللحظات هو ليس خيار. هذه الجرائم عند توثيقها لا مرور للزمن عليها ستبقى سيف مسلط على رقبة الإسرائيلي. ونحن نأمل أيضا من كل هذه الدعاوى أن تسلط الضوء على ما ارتكبه الإسرائيلي، أن تسلط الضوء على الإعلام العالمي ما ارتكبه الإسرائيلي في لبنان، في جنوب لبنان. هناك قرى ارتكب جرائم إبادة الإسرائيلي، هناك مشاهد تشبه ما جرى في غزة، هناك قرى فقدت ملامحها، وهناك قرى هي فارغة من سكانها. هناك نازحون في لبنان أينما كانت في كل أنحاء لبنان.